ودايما بقول ان ربنا لو مد في عمر عاطف الطيب انا كان هيبقى لي وضع تاني خالص في السينما. يعني لما عاطف الطيب طلبني في قلب الليل، قلب الليل كنت انا لسه طالعه جديد، واللي هي البنت المايصه اللي في النادي، حطيتني في الحته دي مش عارفه ليه، مع ان انا مش مايصه خالص، بس تمام حلو يعني مش وحش. فلما تجيبني في قلب الليل اول حاجه الالتزام. يعني احنا كانت الكاميرا 6 الصبح، وانا طبعا كنت بصور، كان عندي مسرح، فانا قلت مين اللي هيروح يصور 6 الصبح مش عارفه ايه. رحت الساعه 7 واحنا كاميرا 6، رحت لقيت الاستاذ نور الشريف قاعد باللبس وجاهز في الصحراء، والاستاذ عاطف قاعد جنبه. انا طبعا دخلت يعني حسيت يا رب الارض تنشق وتبلعني، وانا ما بعرفش اكذب، انا وما بحبش اكذب، ما بحب يعني بدب الحاجه وخلاص. قلت لهم انا اسفه، انا لا راحت عليا نومه ولا حاجه، بس انا ما كنتش متخيله انكم هيبقى في التزام كده. فنور الشريف من طيبه قلبه قال لي بصي هاله، ده اول درس ليكي تتعلميه، الالتزام. اللي طلع ان هو موجود الكاميرا يعني هو موجود من 5:30 6 الصبح. طبعا ده اداني درس ان فانا عشان احل الموضوع، لان انا بخلص مسرح الساعه 2:30 3، فبقيت اخد شاور مثلا جوه المسرح واستنى واطلع من المسرح 5 انا موجوده، 5 اجهز، ولانه عيب